يا أهلا بجيش الطرش في حلقة جديدة من قصتنا مكتنز المهارات. صلى على النبي. وقبل ما نبدأ حابب أشكر الأساطير اللي انتسبوا في القناة، وكمان دول اللي جاوبوا على كلمة سر الحلقة اللي فاتت ومعاهم أصحاب أول 3 كومنتات. معاكم أخوكم سيف حسام الدين، ويلا نشوف ملخص سريع للحلقة اللي فاتت. شوية هاجم وراح بطلنا ينتقم له من ملكة المذابح وقدر يخلص عليها. بيوصل سحرة اليانج عشان ياخدوا جانيت، فبيساعدها كيم وفي النهاية بتقدر تاخد بانتقامها منهم. أخيرا قرروا ياخدوا سيف نيفلهيم. بينزلوا للدور اللي تحت الأرض وبيلاقوا هناك عينة اختبار، وهو ده المتحول الشيطاني نيفلهيم. بيقول لهم صاحبنا كلكم ترجعوا لورا حالا عشان انتوا مش هتبقوا ند ليه. بيقلق سيوجين وبيسأله لو هيواجهه بنفسه برضه مش ده خطير. بيقول كيم في نفسه هو فعلا خطير، انت في اللعبة بتحتاج 4 من ليفل 7 عشان تقدر تقاتل ضد، لكن لحسن الحظ ان ده العالم الحقيقي مش اللعبة، عشان هنا هو فاقد لحريته وتقدر تستعمل ضده الخدع. عشان كده بيقول ان هو لو اتبع خطة معينة هيقدر يخلص عليه بسهولة. وبعدها بيقرب منه ويقول كويام. ايه ده؟ هو مش كيام دي يا جدعان بتاعت سونج جين وو؟ المهم بتنكسر حاويات الاختبار وبيصرخ نيفلهيم وبتتحرر كمية مانا ضخمة جدا، وبسبب قوتها بيتراجع صاحبنا لورا مسافة من الضغط. مش بس كده، ده كمان بيتحط عليه تأثير الخوف وبتقل احصائيات قوته شوية. صاحبنا بسرعة بيقرر يحرر نفسه من التأثيرات السلبية دي، وبيستعمل مهارة الحركة ويتفادى ضربة نيفلهيم، وفي نفس الوقت بيخرج أسلحته وبيندفع عليه وهو بيضحك ويقول كل حاجة ماشية زي ما أنا توقعتها. فورا بيغير سماته بسرعة عشان تلائم قوة السيف والمطرقة، وفي ثانية واحدة بيختفي ويظهر وراه بعد ما جرحه في رجله. مش بس كده، ده بيلف جسمه بسرعة وبوم بيرمي عليه المطرقة يخترق رجله بسمة الرمي. بيصرخ نيفلهيم من الوجع وبيتعصب، وفورا بيضرب بقوته في الأرض عشان يعمل ضربة جماعية، لكن كيم كان أسرع وقدر يتفادى بمهارات السرعة. فبيقوم صاحبنا كده وبيقول ايه يا عم القرف ده، انا ضربت رجله وحطمتها بالكامل وفي الاخر تتعافى بسرعة كده. مش مهم، انا هفضل احاول لحد ما اخليه عاجز تمام. انا عارف كل حركاته وطريقة هجومه، وكمان انا حطيت دماء العملاق على الاسلحة. بدأ كيم يضرب عليه من كل الاتجاهات مستغل سرعته في اصابته، وبيعرفنا ان دم العملاق ده بيضاعف الضرر على نيفلهيم. وبيضحك بخبثه ويقول لو فضل الضرر يتراكم على العملاق ففي النهاية يتحط عليه تأثيرات سلبية زي النزيف وبطء الحركة. بيتعصب نيفلهيم وبيقرر يستعمل ميزة السيف بتاعته، وفورا بيحرر قوة ظلامية كبيرة تشبه المجسات واللي بدأت تقرب من كيم وكانت هتصيبه، لكن هيهات بيتشقلب وبيقدر يصد يمين وشمال. هو انا حسدت ولا ايه؟ كان هينسوي اصابة خطيرة في قلبه فبيصدها بسرعة. وفي نفس الوقت سيوجين قلقان عليه، فبتقول له سورين انت لسه عندك وقت تتفاجئ، خلينا نساعده بسرعة. لكن صاحبنا سمعهم وقال لهم يخليهم مكانهم وما يتحركوش، وفورا اندفع على نيفلهيم من تاني وكمان كمل فيه تشريح. وهو بيقول ان القتال بدأ دلوقتي. بيدمج مهارات متطابقة وبيحصل على سمة الهالة المشعة، وبيندفع بعد استخدامها وبيقول انه مش هيفقد الفرصة دي ابدا. باستخدام الهالة المشعة من سمة الظلام فانا هقدر اعمل ضرر بمرور الوقت. وفعلا بعد شوية ضرر عليه بتتفعل وردة بيضة على جسم نيفلهيم، وبوم بينزل على الوردة دي بكل قوته عشان يدمرها، عشان هي دي نقطة ضعفه المميتة. بدأت المانا تتسرب من جسم نيفلهيم وكأنه بيحتضر. فبيقول كيم اخيرا وصلنا لمرحلة الهيجان، واللي هي المرحلة الاخيرة ليه. كل حاجة ماشية تبع الخطة، وقوته بدأت تخرج من جسمه ويضعف، ودلوقتي جه الوقت عشان تموت يا نيفلهيم. وبوم بينزل عليه بضربة واحدة بس قوية يشقه نصين، واخيرا بتنتهي المعركة بانتصار بطلنا. وكالعادة الشباب اللي جايين بس يندهشوا وبيندهشوا تاني. فبيقول كيم المعركة لسه ما انتهتش يا شباب، وبيبص على مكان معين في السيف، وفورا بينزل عليه بمطرقة سوره بقوة البرق عشان يدمر المنى الظلامية. وبكده اخيرا نقدر نقول ان الوحش مات بالكامل، وهيسيب وراه سيب نيفلهيم بتاعه السيف الاسود الظلامي من الرتبة SSR. بيفرح صاحبنا ويقول اخيرا كمان سلاح من الرتبه اسطوريه. بيسمع دوشه وراه، ولما بيبص بيشوف الشباب عمالين يعبطوا فيه وفي المعركه اللي شافوها واتعلموا منها كتير. بينادي صاحبنا على جاند ويقول لها تحاول تمسك السيف ده كده، فبتتفاجئ ان كيم بيديها السيف ليها وبتسمع الكلام وبتمسك السيف فورا. بيقول لنا كيم ان جاند اللي كانت بيتم عمل التجارب عليها من برج اليانج هي الوحيده اللي هتقدر تطلع الطاقه الكامله للسيف، وهي دي الخطوه الاخيره عشان يتم المهمات بتاعتها بالكامل. بعد خروج المنى الظلاميه بترتعش جاند من الخوف ومش بتبقى فاهمه ايه اللي بيحاول السيف يقوله ليها. كيم بيقول لها ما تقلقيش، نفذي بس كلامه بالحرف الواحد. بتبقى جانيت قلقانه وبتقول ان السيف بيقول، وقبل ما تكمل كلامها بيتم السيطره على عقلها، وفورا بتوجه السيف على نفسها وتقول لازم انفذ
الاوامر. بيترعبوا الشباب من اللي شايفينه وبيجروا بسرعه عشان يلحقوها، لكن جانيت بتضرب نفسها قبل ما يلحقوها خلاص. يا معلم ارجوك انقذ جانيت. صاحبنا بيوقفها ويقول لها تستنى وتشوف كويس اللي بيحصل، وعمليه السيطره على السيف هتحصل حالا. بتتحرر هاله مضاده لهاله الظلام، ودي كان مصدرها السمه الطبيعيه بتاعه جانيت واللي اسمها هاله الطبيعه. وبيكمل صاحبنا كلامه ويقول ان سمه النور وسمه الظلام هيتحدوا سوا حالا، وبيضحك ويقول اخيرا هيتم ولاده واحده من اقوى الشخصيات في عالم اركين. وبوم بيحصل انفجار عالي من شده المانا، واخيرا تمكنت جانيت من السيطره على السيف الاسطوري نيفلهيم. نرجع تاني للمبنى بتاع بطلنا بعد ما تم تصليحه، والشباب بيبقوا فرحانين جدا ان صاله التدريب كمان اتجددت وحصلوا على الات تدريب حديثه ومنشات اضافيه. بيروحوا يستكشفوا الصاله، لكن جانيت بتتكلم مع كيم وتساله وتقول انا اسفه يا معلم، انت طلبت مني امسك السيف وهو لوحده اندمج معايا، انا مش عارفه هديهولك ازاي تاني. بيقول لها صاحبنا انا اصلا كنت جايب السيف ده ليكي، والسيف ده كان مناسب عشان السمه الخاصه بتاعتك. بتتفاجئ جانيت وتقول طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ازاي هقدر اساعدك وانقل لك السمه بتاعتي؟ بيقول لها كيم ما تقلقيش، انا لما امتلك سمات مانا معينه هتقدري تحس بيها وتنقلي قوتك ليا. بتساله هيقدر يعمل كده ازاي، فبيقول لها لما اتعلم تقنيه صقل مانا معينه، بس الاول لازم اخد سمه واحد مع السيف من العبيط اللي ورايا ده. بيفرح سيوجين ان هو اخيرا هيكون مفيد لمعلمه، لكنه مستغرب ان عنده كتره نسخ المهارات اللي سمع عنها في الكتب القديمه والاساطير. بيقول له كيم ما يضيعش وقت ويلا عشان نبدا التدريب. خلينا نروح للصاله، وبنشوف الشباب بيضربوا نار على بطننا، وجانيت قلقانه جدا عليه وبتقول انت ممكن تموت كده يا معلم، هنفضل لحد امتى نضرب عليك يا سيد المعلمين؟ بيصد صاحبنا الرصاصات، لكن بنشوف ان هو مصاب جدا، وبيرد ويقول لهم اسمعوا الكلام وما توقفوش. اما سيوجين اللي بيجيب جاز حرفيا من القلق والخوف عليه كان عايز يوقف، لكن كيم بيقول له اوعى توقف عشان هانت خلاص. في نفس الوقت بيقول في نفسه ان اصابته بدات تتراكم، لكن في نفس الوقت كمان بدا يحس بهاله الموت بتقرب منه. انا خلاص قربت جدا عشان اقدر اشوف مسار الرصاصات، وفعلا بيقطع في الرصاص بالسيف بتاعه بسرعه، وبيتفاجئ الشباب وبيوقفوا ضرب نار. فبيقول كيم اخيرا انا حصلت عليها سمه واحد مع السيف، انا حاسس ان الطاقه بدات تحاوطني من كل مكان، لكن دي مجرد البدايه لان السمه دي سمه فرعيه. وفورا بيحط السمات الخاصه بالسيف كلها مع بعض وبيقول بما اني جبت القطعه الاخيره اللي كنت محتاجها فجه الوقت عشان احصل على السمه المتقدمه من السيافه لتخصص المحارب. بيشوف الشباب المنى اللي بتخرج من السيف وبيبقوا متفاجئين عشان الحاله اللي هو فيها دي اسمها الحاله النصليه او الهاله النصليه. الهاله دي مش بتخرج غير اللي وصلوا بس بسمه السيافه بتاعتهم او بهاله السيف لاعلى من المستوى السيد، ولازم على الاقل يكون مستواهم 7، لكن المفاجاه ان صاحبنا مستوى 6 وقدر يحصل عليها. بيروح عند جانيت يقول لها قبل ما نبدا وننغمس في التدريب عايز اسالك شويه اسئله، تعرفي ايه عن طاقه الليتشي؟ بتقول جانيت ان الليتشي ده هو عباره عن قوه الروح عكس هاله السيف، فانت مش بتقدر تبلورها. الليتشي عباره عن افاتار او نسخه منك بتقدر تمتص قوه المنى من الطبيعه عشان تقوي من نفسها. عشان كده هتلاقي بين البشر الخارقين الاقوياء مفيش غير تخصص المحارب بس اللي يقدر يمتلك طاقه الليتشي. بيقول كيم شوف البت اللي عامله فيها فيلسوفه، خلينا افهمها اللي هي مش فاهماه. بيقول لها صاحبنا طب ايه رايك في الهاله النصليه؟ مش ممكن تبقى زي الليتشي؟ مش بتعرف جانيت ترد وبتقول ممكن برضه عندك حق. بيقول لها كيم ان الليتشي مش مجرد تكثيف للقوه، ده طريقه عشان توصلي فيه لقوه الحكام. لما بتطلعي فيها في المستوى وبتبدا تاخد شكل ولون خاص فساعتها هتكتسب سمات توضح لك طريق صعودك لقوه الحكام. بتتفاجئ جانيت وتقول انا فهمت خلاص كل حاجه، يعني لما نيفلهيم كان بيقاتل ضدك كان بيكثف قوته ويحطها في السيف، هو كان ساعتها بيحاول يبقى قريب من قوه الحكام. بتسقف من الفرحه وتقول انها استفادت جدا من الحوار ده. اما صاحبنا بقى هو اللي كان غفل عن حاجه، بدل ما بيستعمل قوه الهاله كانها مهاره بيتم تفعيلها، ليه ما يخليش الهاله جزء من جسمه ويستخدمها كمهاره سلبيه شغاله دايما؟ يعني بمعنى اصح هيستعملها وهو معاه 6 خانات فاضيه كمان. بتقول له جانيت يلا يا معلم غمض عينك عشان نبدا نقل المهاره. بتمسك ايده وبتقول ما تستعملش هاله السيف زي ما انت كنت متعود تستعملها، انت بس جرب تتنفس وتحاول تخليها جزء من جسمك. وبالفعل بدأ صاحبنا يهدي عقله ويحس بسريان المنى بتاعت جانيت لحد ما شاف نفسه كأنه عايم في السماء، وبيبص على السلم ويقول المكان ده انا حاسس ان انا لو فضلت ماشي فيه ووصلت لاخره فهوصل لقوة الحكام. كل درجة من السلم بتمثل قوة الروح، وكل ما كانت قوة الروح اكبر كل ما قربت اكون كوكبة. فجأة القوة الظلامية اللي كان شايفها بدأت تخترق من جسمه، فبيتألم ويقول ان دي واحدة من قوانين العالم ده واللي مستحيل كنت تعرفها من اللعب. مشاعر مختلطة من الحزن والسعادة وحتى الحماس كلها بتجري جوه جسمي. بيمد ايده وفجأة بيمسك السيف عشان جات له حالة نادرة من التنوير بعد معرفته بالحقيقة، وفورا بدأت تتجمع الطاقة حوالين صاحبنا بعد ما حصل على سمة جانيت. بتفرح جانيت جدا وتقول
المعلم فعلا مذهل، في اقل من دقيقه بس، وبعد ما ضخيت طاقتي جواه قدر يتعلمها في ثواني. بتبارك له جانيت، ومن وراه باقي التلاميذ هم كمان، فبيشكرهم وبيقول لجانيت الف شكر يا ست الكل، بسببك انا مش بس اتعلمت سمه جديده لكن كمان حقائق اكتر عن عالمنا. بتتحرك جانيت وتقول له لا لا بس انت اللي هو ما، ومش بتكمل كلامها بيدخل الحاج شوي بسرعه وبيقول مصيبه يا زعيم. مالك بس يا مدير شوي؟ بيقول ان هيونج رئيسة مجموعه كومو في موقف حياه او موت. فبيتفاجئ صاحبنا وبيسأل ازاي ده حصل، دي واحدة من البشر الخارقين مستوى 7. بيقول تشوي ان هو تم تسميمها، وللأسف الاكسير العلاجي مش نافع معاها نهائي وحالتها بتسوء اكتر واكتر. بيتفاجئ كيم عشان مفيش غير سم واحد بس في العالم ده كله اللي مش بيأثر معاه الاكاسير، والسم ده معروف بسم الدم. بيتعصب كده ويقول السم ده ما تمش استخدامه غير مرة واحدة بس في اللعبة، وده لما بدأت الحلقة التانية من المهمة الرئيسية، مهمة انتشار الزومبي والموتى الأحياء. بنروح عند هايونج والدكتور بيحاول يخليها على قيد الحياة، والسكرتيرة بتاعتها مش فاهمة وبتسأل عن اللي بيحصل معاها بالظبط، وبتهدد موظفين المستشفى ان لو حصل للرئيسة أي حاجة فهتخلص عليهم. الدكتور بيبقى جايب جاز حرفيا من التوتر والقلق، وبيقول انها كانت بخير من لحظات وبتتنفس طبيعي، لكن دلوقتي ما هوش عارف ايه اللي بيحصل لها فجأة. بيدخل صاحبنا بسرعة ويقول له وقف اللي انت بتعمله حالا. بتتفاجئ السكرتيرة وبتسأل هو بيعمل ايه هنا، فبيقول صاحبنا ان المرض ده مفيش اي دكتور في العالم حاليا هيقدر يعالجه. بيروح يديلها بسرعة معلقة من دواء معين، وبدأت اعراض السم تختفي واحدة واحدة، لكن لسه ما تمش شفائها. بتطمن السكرتيرة وبتجري على هايونج وتسألها اذا كانت بخير بعد ما شافت انها بدأت تفوق. لما بتقوم هايونج بتشوف قدامها السكرتيرة وكين، فبترتاح شوية. شكل كده هبقى مديونة ليك تاني يا معلم. بيقول لها صاحبنا الجدع لا يا ست الكل ما تقوليش كده، اعتبري ده رد الدين بتاعك عشان استثمارك في المشروع بتاعي. بتقوم هايونج وتقول انا مش عارفه ايه اللي حصل فجأة كده، انا حسيت بدوخه وفقدت الوعي. بتعتذر لها السكرتيرة عشان ما كانتش عارفه تساعدها، وبتقول لها ان كان حصل عمليه اغتيال وفي شخص سممت. بتتفاجئ هايونج وبتسأل حصل ازاي ده، فبيتدخل كيم وبيقول لها اذا كانت قربت من اي حيوانات الفتره اللي فاتت. بترد السكرتيرة وتقول ان ده حصل فعلا، لما كنا ماشيين في الشارع السيده راحت تلعب مع قطه لكنها اتخربشت وفورا فقدت الوعي. بيقول كيم ايوه كده انا فهمت كل حاجه، اللي حط عليك السم ده كان متحول واكيد كان واخد امر باغتيالي. بتقول له هايونج بما انك عارف اللي عمل كده هل هتقدر تمسكه وتعالجني؟ بيضحك لها صاحبنا ويقول لها بكل سهوله طبعا هقدر اعمل كده، وبعدين بيقول في نفسه دي حاجه سهله جدا بالنسبه للاعب محترف زيي. وبالفعل خلال دقايق بيكون صاحبنا وصل عنده وعكمه علقه تمام، وبيهدده عشان يعترف، وبيسأله لو كانت منظمة الفهد الأسود هي اللي أمرت بتنفيذ عملية الاغتيال. بيتهته المختل في الكلام وبيقول أنا معرفش أنت بتتكلم عن إيه. فبيقرب منه صاحبنا بخبز كده ويقول له لو كنت صادق في كلامك ردد ورايا، الفهد الأسود كلب حقير ذليل. بيتضايق المختل وبيشتم بطننا، فبيقول له كيم أديك وقعت بلسانك يا معلم، يلا زي الشاطر احكي لي ده إذا كنت عايز تعيش يعني، وكمان أنا عايزك تسلمني حالا ترياق دم القلب. بيترعب المختل وبيقول له ربنا ما معايا اللي انت بتدور عليه ده. حلو قوي، غلطت وانا كنت مستنيك تغلط، يلا بالسلامه يا معلم. بيترعب المختل وبيعيط عشان يخلي كيم يستنى، وبيقول له ارجوك انا بتكلم بجد، انا مش معايا اي ترياق لكن تقدر تاخد الاداه دي. بيتفاجئ كيم عشان الاداه دي اسمها قلاده التنين ايزي ماني يا معلم، وعلى طول بياخدها منه. فبيفرح المختل وبيقول له انا كده اقدر اعيش صح، بوعدك ان انا مش هنزل كوريا تاني ابدا. طبعا انت تقدر تمشي يا غالي، هو انا حيشك لكن هتمشي على الجحيم طوالي. بيرجع صاحبنا تاني عند هايونج وبيجيب لها الترياق بعد ما خده من المختال. فبتقول له انت لحقت يا عم، ممكن تعرفني طيب مين المختال ده؟ بيقول لها صاحبنا منظمة الفهد الاسود، لكنه بيقول في نفسه ان الطائفة الدينية القديمة هم الممولين للمنظمة دي، واكيد سينا هي اللي طلبت موته. اولا كانوا عايزين يعطلوا الحكومة عن شغلها عن طريق اغتيال الرئيس، ودلوقتي هدفهم كان السيدة هايونج زعيمة مجموعة كومو. هايونج متضايقة وبتسأل كيم عن مكان منظمة الفهد ده او مين اللي وراهم. بيقول كيم ان هايونج مستهدفة حاليا بسبب انها ساهمت في القضاء على المنظمة الارهابية معايا، وللاسف مش هينفع اقول لها على حاجات تضرها، عشان كده بيقول لها معرفش للاسف مين اللي وراهم، لكن انا عارف مكان منظمة الفهد الاسود دي. بتقول له هايونج تمام خلينا اعمل معاك اتفاق يا سيد كيم، ارجوك شوف مين الاوغاد اللي حاولوا يختلوني واقطعهم حتت وارميهم للكلاب. بيعدي الوقت وصاحبنا بيروح مع هايونج عند نهر هان، وبتقول له هايونج احنا جهزنا لك كل اللي انت محتاجه للمهمه يا كبير، بس هو انت محتاج كل ده ليه؟ احنا محتاجين بس شويه ادله على ادانتهم. بيقول لها كيم كل حاجه احنا بنعملها هنا يا سيده هايونج عشان نمنع حدوث كارثه كبيره. وبعدها بيقول في نفسه ان في ناس كتير قوي ممكن تموت في بدايه الحلقه الثانيه بسبب وباء الزومبي. وبيكمل لهايونج وبيقول انا هعمل كل حاجه عشان احذرهم من اذيه المدنيين.
المحاربين، وفي نفس الوقت اخلي اي حد يفكر يدعمهم من ورا الستار يفكر 1000 مرة قبل ما يعاديني. بتتفاجئ هيونج وبتسأله دعم ايه، فبيقول لها ما تشغليش بالك دلوقتي وهتعرفي بعدين، اما حاليا فابدأي بتفعيل تعويذة التبخير. وفورا بدأ شعاع ضخم يضرب النهر، وبعدها بدأت تظهر نقوش غريبة وبوابة فراغية. وبيقول كيم ان ده المكان المحظور اللي كان هيتم فيه تفعيل تعويذة عشان ينشروا الوباء. على طول بيطلع المركبة الحربية بتاعته وبيقول خلينا نبدأ بعملية التطهير. بيفعل سمات القيادة كلها وكمان سمة واحد مع المركبة، وبيقول لأنيا توجه المدافع على المكان، وبيضحك بخنزرة كده ويقول ودلوقتي خلينا نفرقع شوية بومب وصواريخ. وفورا بدأ يضرب نار على مكان البوابة، وبسبب إطلاقه المتتالي وكمان إلقائه لأوامر عسكرية فبياخد سمات لها علاقة بالجيش. بعد ما بيوقف ضرب نار بيلاقي حاجز منع عملاق تحت، فبيفرح وبيقول أخيرا قررتوا تظهروا نفسكم يا أوغاد. بيخرج اشخاص شبه المحاربين والسحرة، وبيقول صاحبنا حلو قوي دول كانوا بدأوا يعملوا الطقوس. بتسأله انيا ناوي يعمل ايه، فبيقول لها ان ايديه بتحرقه وعايز يقاتل. وفورا بيحط سماته القتالية كلها وبينط من على السفينة ويقول انا ههتم بيهم بنفسي خلاص. وزيريبو بينزل على الحاجز بتقنية برق صور، وفورا بدأ الحاجز ينكسر وبيتفاجئ المحارب اللي تحته وبيقول احيه، فبينزل عليه صاحبنا بالسيف بضربة قوية. وهيونج كمان بتتحول لهيئة الغراب وبتقول له انا جاي اساعدك، لكن بيتم الهجوم عليها من وحش شبه الميناتور. هل جاي اساعدك؟ قال جبتك يا عبد المعين تعين، لقيتك عايز اللي يعينك. بتتفاجئ هيونج ان القوة اللي بتندرب عليها دي هي القوة الظلامية والسحر الاسود، وللاسف سماتها متعارضة مع سمات الضوء بتاعتها. بس ايزي يا عزيزي، الوحش بيجوله ضربة تشقه نصين حرفيا. فهيونج بتتفاجئ من اللي شافته، لان صاحبنا كان استعمل قدامها الهالة النصلية ونازل فحت وردم في الوحوش. واخيرا بضربة اخيرة بيقسم المقاتل الاخير ده بتاعهم نصين. فبتتفاجئ هيونج عشان صاحبنا لسه مستوى 6 ومع ذلك هو سيد سيف. بعد فيلم الاكشن ده بتيجي هيونج تقول انا كنت جاي اساعدك. بيقول لها تساعدي مين يا ست الكل، بس ربنا يصلح حالك، تعالي خلينا نروح للمخبأ السري بتاعه. بتقول هيونج اخيرا هشوف مين الوغد اللي كان عايز يختلني. بيدخلوا يدوروا في المكان، وبتقول هيونج انا كنت مفكره المكان هيبقى مليان بيهم. فبيقول لها كيم كل اللي موجودين هنا احنا خلصنا عليهم بره، عشان ده مش المقر الرئيسي بتاعهم، لان المقر الرئيسي في بلد تانية. بيقرر يستعمل سمات التتبع والاستشعار، وبيقول ان هو هيدور على المكان بسرعه، واكيد الدليل اللي احنا محتاجينه موجود هنا. لما بيوصلوا بيبقى موجود قدامهم نار سودا بكميه كبيره. فبتقول هيونج هنعمل ايه، احنا لو حاولنا نعدي هنموت. فبيضحك صاحبنا ويقول ما تشغليش بالك انت يا ست الكل، انت نسيت ان انا عندي النار السودا دي ولا ايه. وفورا بيروح يلمس الحيطه ويسحب كميات النار الكبيره دي لنفسه. فبتتفاجئ هيونج عشان بعد شويه بتختفي النار، وكان مستخبي وراها ادراك وخزن كتير قوي. بيفتح صاحبنا اول درج فبيلاقي فيه قطع ماس واسلحه سحريه. فبيقول كيم اكيد الاغراض دي كانت الجايزه اللي هياخدوها من اغتيالك يا ست الكل. وبعد شويه تدوير كمان بيلاقي مستندات، فبينادي على هيونج بسرعه، ولما بتبص عليها بتشوف انها مكتوبه بشفره سريه، وللاسف هتاخد شويه وقت على ما تفكها. اما بقى صاحبنا عارف اصلا مين اللي ورا الاوامر بس مش بيقول. سيب لي الحوار ده يا سيد كيم وروح خلص انت امورك. بيقول لها كيم تمام، وفي نفس الوقت بيقول ان هو هيحاول يبعدها عن الشر، ولو احتاج منها حاجه خفيفه هيبقى يقول لها. بيعدي الوقت وبيروح صاحبنا عند هيونج في مقر الشركة، وبتشكره على مجهوده واللي عمله معاها، وبتناديه بسيد السيف. فبيتفاجئ كيم ويقول لها ايه التغير ده، في ايه؟ بتناوله الموبايل وتقول له انت اخبارك منتشرة في كل مكان، الناس كلها اللي كانت عارفاك وبيلقبوك بصاحب سيف النمر الاسود دلوقتي بينادولك بسيد السيف. بيتحرك صاحبنا عشان العناوين المكتوبة عنه طفولية قوي. فبتقول له هيونج معلش بقى هدية ظريفة على قد المقام، انا لاحظت انك دايما ماشي بشنطة جولف فحبيت اجيب لك شنطة احسن منها بكتير. بنعرف بقى صاحبي ان الشنطة دي سحرية طبعا، وكمان وراه شوية دهب وفلوس وترابيزات بلياردو وبنج. صاحبنا بينشكح قوي ويقول لها انا خايف بس اكون واخد منكم حاجات كتير ولا حاجه. بتقول له هيونج عيب عليك يا سيد الناس، دي اقل حاجه اقدر اديها لك، ده انت كفايه انقذت حياتي يا راجل، وكل ده ما يساويش حاجه قصاد اللي انت عملته. الخنزير بيبقى فرحان وبيقول انا فعلا لازم اخلي الست دي حليفه ليا واعتمد عليها. واثناء ما كانت بتقول له هنكلمك لما نوصل لحاجه بخصوص الفهد الاسود، بتلاقيه نازل حشر في الادوات وبيعبيها في الشنطه. معلش يا سيد كيم انا عارفه ان ده مش من حقي، كنت عايز اسالك بس هتروح فين. بيقول لها عادي يا ست الكل ولا يهمك، انا بفكر ان جه الوقت خلاص عشان اجهز نفسي للمستوى السابع. وكمان بيقول في نفسه ان جه الوقت يخلص الحلقه الثانيه من المهمه الرئيسيه. بيعدي الوقت وبيروح بينا المشهد لارض الحكام، وبيكون موجود هناك ناس كتير قوي عايزين يدخلوا وياخدوا البركه، وبيلزحموا مع بعض وكمان بيضربوا بعض عشان مش واقفين في الصف. هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لكن ده معقول برضه، عشان الطريقه الوحيده اللي تقدر تروح بيها الاولمبس هي من هنا عن طريق معبد جايا. في اللعبه لما تم تدمير اولمبس كان المكان ده هو اللي حصل فيه حرب الحكام. اللي جابني هنا المكان ده
هو عشان اقابل واحده من الحكام القديمه بعد ما بعتت لي دعوه حاكمه الارض جايا. بيدخل صاحبنا بين الصفوف وبيقول عشان اقدر ادخل لارض الحكام بجسدي المادي فانا لازم الاول اعمل شويه مهمات، ولو قدرت اكملها للاخر وحصلت على بركه الحاكم فهيتم مكافئتي بسمه الجسد المنيع زي ملكه المذابح، ودي حاجه بتحصل عليها من بعد المستوى السابع. الناس مش بيبقوا حابين ان هو بيدخل بين الصفوف كده، وبيقولوا له يا عم روح اركب البيكاسوس ولا حاجه، لكن صاحبنا بيقول بيكاسوس ايه، دول وحوش تعبانه كلهم، انا لو هركب حاجه فهيبقى تنين. بيرحبوا بيه الحراس وبينادوه باسمه وبيسالهم لو كانوا يعرفوه ولا ايه، فبيردوا ويقولوا لو مفيش حد يعرفك يا سيد كيم يبقى جاسوس الصراحه، كفايه بس انك حارس شرفي وكمان حامل لواحده من الاستجمه للحكام زي الحاكم سو. بيتعرفوا الناس اللي بره على صاحبنا اخيرا وبيتفاجئوا لما سمعوا كده، وبيقولوا ده متوقع فعلا من سيد السيف. اخيرا صاحبنا بيدخل القصر وبيرشدوا الحارس لجوه، وصاحبنا ماشي يبص يمين وشمال عشان المكان عاجبه، وكمان شايف ان هو احسن من قصر سور بكتير، وطبعا بسبب الميداليه الشرفيه فبيتم معاملته باقصى انواع الاحترام والضيافه. بتقول له الكاهنه احنا هنا كنا في انتظارك يا سيد كيم، مد ايدك وخد لفافه وهتلاقي فيها المهمات اللي الحاكمه عايزاها منك. بيقول صاحبنا ان المهمات بتبقى عشوائيه، ولما بيسحب ورقه بيتمنى تكون مهمه سهله، وفجاه بتتكلم البنت وتقرا له اللي في الرساله، وانه محتاج يروح لوادي جورجيا واعلى قمه في الوادي هيلاقي غرض اسمه الصوف الذهبي محتاج يجيبه. احنا طبعا عارفين انك نحس يا عم كيم والمهمه صعبه عليك. بيعدي الوقت وبيوصل صاحبنا اخيرا للوادي، وبيبقى مستخبى ورا صخره ومطلوب منه يا اما يخلص على التنين يا اما ياخد الصوف ويهرب. بيبقى متضايق عشان التنين ده قوي والمهمه صعبه قوي عليه، وعشان هو منحوس بيدوس على جذع شجره وبيعمل صوت فبيسمعوا التنين ويقوم، وفورا بيزقر عليه وبيحرر كميه طاقه مرعبه ويثبته في مكانه. استنى يا عم التنين وحياة امك خلينا نتكلم. بيقول له التنين انت ازاي يالا بتعرف تتكلم بلغه التنانين؟ بيقول صاحبنا الحمد لله قلاده التنين فاهمه لغه التنانين، الف شكر يا عم المختال والله. بيسأله التنين هو جاي ليه، فبينحن له صاحبنا عشان يقدم له الاحترام، وبيقول في نفسه انا هزمت التنين قبل كده في اللعبه، لكن انا مش عايز اعمل كده واقاتله المره دي عشان الصوف الذهبي ما ينقطعش، عشان كده هحاول اخلي المحادثه معاه وديه. يا ترى صاحبنا هيتصرف ازاي؟ كلمة السر يا صاحبي هي جاية، اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي، ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والشير لو كنت حابب تساعد اخوك يعني، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.